السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غنتقاسم معكم طريقتي باش كنحضر الفريت. ما كيجيش شارب الزيت، كيجي لذيذ فيه واحد اللذة رائعة، كيجي مقرمش ومذهب كيف ما كتشوفوا معنا. هاد الطريقه معتمده هذه سنين، يعني ما كتخرانيش، ما يمكنش ندير الفريت بلا هاد الطريقه اللي غنوريكم اليوم. ايضا غنوريكم طريقه تحضير فطيره بهذا الفريت هذا، بقاو معنا. ايضا غادي نوريكم طريقه باش كنحضر هاد الفطيره هذه او هاد الاومليطه بهذا الفريت هذا. كتجي رائعه وسريعه، ما تشبعوش منها. بقاو معنا للاخير. اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. اليوم كيف قلت لكم غنوريكم طريقتي باش كنحضر الفريت. كيجي ما شربش الزيت، ايضا كتجي فيه واحد اللذه خاصه. كيف شفتوا معايا هنايا خديت كميه من البطاطا، يعني سواء بيضاء او لا حمراء، يعني ماشي مشكله. اللي غادي ننصحكم به هو ما تكونش ديك البطاطا اللي كتكون جديده وانتم كتنقيوها وهي كتهرس، فهذيك راه ما كتليقش. ديروا ليها اللي درتو، راه ما كتجيش، يعني كتجي غير في المرقه او لا في الصوبه او لا. يعني خاص البطاطا تكون شويه واقفه. غادي نقيها بالطريقه العاديه كيف ما كتشوفوا معايا. ومن بعد ما نقيت الفريت ديالي او البطاطا بالطريقه العاديه اللي حنا كنعرفوا، اول حاجه نحاولوا اننا نقطعوا هاد الاصابع هادو ويكونوا متساويين باش ماشي شي تقلى لينا شي تحرق. كيف ما كتشوفوا راه تقريبا كنقيهم كنقطعهم بواحد الطريقه اللي هي متساويه. والبطاطا ديالي راها مغسوله بطبيعه الحال. غادي نعاود نغسلها ونضيف ليها الماء، يعني ضروري لانني ملي غادي نقيها غادي يخرج داك النشا اللي لداخل. داك النشا ضروري نتخلصوا منه. وغادي نعمروا على الكامله ديالنا الماء كما شفتوا معايا. وباش نزيدو نخرجوا داك النشا اللي كيبقى فيها لداخل، اللي هو اللي كيخليها تشرب الزيت وتبقى ما تجيناش مقرمشه، درت واحد الكميه ديال الملحه اللي غتملح ليا، ودرت معلقه صغيره ديال سنيده اللي غادي تعطيني القرمشه واللون، ودرت نقولوا واحد جوج معالق كبار ديال الخل. هادو كيساعدوها باش ما تشربش الزيت وباش ما تجيش ميدمه. ودرت معلقه صغيره ديال النشا ايضا، يعني معلقه صغيره سكر سنيده، معلقه صغيره ديال النشا والملحه، ودرت الخل. وغادي ندير هاد العناصر ديالي كامله تسلق، طلع فيها الغليه تبان لينا الكشكوشه. طلعت ديك الكشكوشه راه هي النشا اللي غادي يخرج من هاد البطاطا هادي. كيف كتشوفوا معايا الكامله ديالي ها هي من بعد ما غلات، يعني ما غلات غنخليوها تغلى واحد شويه، يعني ماشي بزاف. المهم غادي فقط يدخلها الطياب شويه، منها كيخرج النشا اللي فيها، ومنها البطاطا بحال كنقولوا يعني تسلقات واحد شويه، يعني ما غاديش تشرب لينا الزيت بصفه نهائيه، وفي نفس الوقت غتجينا مقرمشه بفعل دوك المواد اللي ضفنا ليها. صافي دابا غادي نحيدها كيف ما شفتوا، يعني غلات وعاودات غنحيدها. من بعد ما حيدت البطاطا ديالي صفيتها كيف ما كتشوفوا، وغادي نخليها حتى تبرد وتاخد درجة حرارة المطبخ، وغادي ندخلها للثلاجة باش تزيد تبرد مزيان. في هذه الحالة هذه الا بغيتو تخزنوها، وعن تجربة خليوها حتى تبرد مزيان وستفوها في بلاستيكة تكون مسرحة، وطويوها وديروها في المجمد. الوقت اللي تبغيوها غادي تجبدوا الميكا وديروها في زيت باردة وتقليوها. كتجي من اروع ما يكون، وكتجي مقرمشة ولذيذة. هذه بالنسبة الا كنتي خارجة او لا يعني دير واحد الميكات اللي يبقاو هكذا احتياطيين في المجمد. صافي كناخد واحد المقله كندير فيها الزيت اللي تكون شويه وفيره، وكنجربها كيف ما شفتوا معايا واش سخنات، لانني لا لحت البطاطا والمقله ديالي ما سخناتش راه مباشره غادي تشرب ليا الزيت. نتسناو عليها حتى تسخن، وديك الساعه نلوح البطاطا ديالي ونخليها حتى كتقلى وتبان لينا تحمرات مره مره. نبداو نحركوا المقله، ولا بانوا لينا شي وحدين تبداو كيطيبوا فنحيدوهم
وديك الساعه نديروها فوق ورق نشاف. صافي نعمروا القياس اللي تهز لينا المقله، ما نكثروش البطاطا اكثر من اللازم. الا كانت هذه الزياره ديالكم الاولى للقناه، ما تنساوش الاشتراك مع اللايك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد الى عجبكم المحتوى ديال القناه. من بعد ما وريتكم طريقتي باش كنقلي البطاطس، يعني باش كتجيني مقرمشه وكتجي حتى يعني ما شارباش الزيت، وكيجي فيها واحد المذاق زوين، يعني من الداخل كتجي فيها واحد المذاق، يعني كتجي بحال المعقوده، بحال حيت مسلوقه مسلقه من، يعني ما بقيتش نهائيا ما بقيتش كنقلي البطاطا من غير ما انني نسلقها، يعني ولفتها. دابا غادي ندوزو لواحد الطريقه، غادي نوريكم ان شاء الله واحد الفطيره اللي صراحه كتجي زوينه بزاف وكتعجب الدراري الصغار، كتعجب الكبار. بالنسبه للفريت راه نفس الشيء، يعني قليته ولكن ما قليتوش بزاف، ما خليتوش حتى تقرمل. يعني هاد الوصفه هذه ما غنحتاجش انني نقرمشها زعما بزاف. غادي عندي هنايا المهم كميه من الفريت، عندي هنايا درت 5 ديال البيضات، اولا على حسب عدد الاشخاص ولا على حسب الرغبه، حسب المقله اللي عندكم. عندي هنا واحد 2 بصلات مشلضين اللي شحرتهم بشويه ديال الزيت والملحه. ودابا غادي ناخذ، عندي هنايا مقله كندهنها مزيان بالزيت كيف ما كتشوفوا، تكون غير لاصقه. غادي ندير واحد الكميه ديال الفريت، نقولوا نصف الكميه اللي عندي. وهاد الفطيره هذه راه ممكن تضيفوا ليها يعني اي حاجه بغيتو كاينه عندكم في الدار، ممكن تشحروا الكفته مع البصله وتضيفوها ليها حتى هي كتجي زوينه، يعني ممكن تنوعوا فيها. انا غادي نعطيكم الطريقه العاديه ديالها وانتم يمكن لكم تفنوا فيها. نحاولوا نغطيو هاد البلايص اللي، وغادي ندير هاد الكميه اللي عندي ديال البصله اللي قلت ممكن يكون فيها الكفته. نسرحها على الوجه كامل باش تجيني الوسط. هذه ولادي كيحماقوا عليها. غادي نضيف الكميه ديال الفريت المتبقيه. نحاول نغطي البصله. وهاد الفطيره كطيب على 2 جهات، يعني غادي نطيبوها من واحد الجهه، من بعد غادي نقلبوها نطيبوها على الجهه الاخرى، وراه ما كتلصقش، فقط تكون المقله غير لاصقه. صافي دابا غادي نفرغ عليها هاد البيض اللي درت ليه الملحه. صافي غير الملحه اللي درت ليه، ولا بغيتو تضيفوا حتى شويه ديال المعدنوس بعض المرات كنضيفو كيجي حتى هو زوين. البيض راه غادي تخوي وغادي يهبط لتحت، ما يبانش لكم انه راه طالع للفوق، راه غادي يهبط. نتوما شوفوا المقله شحال كتهز لكم، الا كبيره غديروا الكميه ديال البيض تكون اكثر. صافي غادي نديرها فوق عافيه اللي تكون يعني متوسطه حتى الاقل من المتوسطه شويه باش ما تحرقش ليا، ونخليها كطيب. من الاحسن نغطيها حتى تقبط راسها مزيان، وديك الساعه نقلبها باش نطيبها من الجهه الاخرى. الطريقه باش غنقلبها هو انها من طيب ليا من تنحرك كتبان ليا كتحرك، نجيب واحد الغطايه كبيره ديال شي قاميله ونحطها على الوجه ونقلبها ونعاود نردها للمقله. صافي طريقه سهله بزاف. هانتوما الكمليطه ديالي كتشوفوا راه كتحرك، يعني راه طابت من التحت، والبوطه راني ناقصاها يعني باش طيب مزيان. مره كنحرك المقله بهذا الشكل هذا باش طيب ليا من كاع الجهات. الوقت اللي نقلبها نلقاها طابت، ما نعاودش نحتاج انني مره اخرى نعاود نقلبها. دابا غادي نجيب واحد الغطايه اولا غير الطبسيل الا كان كبير تحطوه عليها وتقلبوه. نوريكم الطريقه باش تشوفوا شحال سهله. غادي نحط الطبسيل ديالي على المقله، وديما كندير شي طبسيل هنا باش الا نزل شي فائض ديال الزيت. غادي نحط الطبسيل اللي نيت درت فيه البصله ونقلبها بهذا الشكل هذا
ها هي الفطيره صافي، ونردها طيب من الجهه الثانيه ونغطيها باش طيب ليا من التحت دغيا. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم اللي كنتمنى فعلا يكون نال اعجابكم ان شاء الله وتجربوها، الطريقه كيفاش كنحضر الفريت وكيفاش حضرنا هاد الاومليطه. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.